كانت الأقصر وأسوان جزءاً من حضارة مصر القديمة، وذلك لما تحتويه من آثار مدهشة تعكس تاريخاً طويل الأمد من العظمة والفن. في الأقصر، يمكنك أن تجد معبد الكرنك، الذي يعتبر أكبر معبد ديني في العالم، وهو مخصص لإله الشمس رع. يعد هذا المجمع المعماري تحفة فنية بفضل الأعمدة الضخمة والمنحوتات الدقيقة التي تزينه. أما عن معبد الأقصر، فهو مركز ديني آخر يحتفل بموسم الفيضان السنوي لنهر النيل، والذي يعتبر رمزاً للتجديد والحياة. أنشئ هذا المعبد في عهد الملك رمسيس الثاني، ويحتوي على صفوف من التماثيل الضخمة. في جنوب الأقصر تقع مدينة أسوان، حيث تلتقي النيل مع السد العالي، وردها مبهر يتضمن مشاهد خلابة من المناظر الطبيعية ومواقع تاريخية. جزيرة الفيلة والنباتات في أسوان تمثل مدى التنوع الطبيعي والثقافي، حيث توجد المعابد القديمة والمنازل النوبية التي تعكس ثقافة السكان المحليين. ويمكنك مشاهدة معبد أبو سمبل، الذي نحت في الصخر كنصب للملك رمسيس الثاني وزوجته الملكة نفرتاري. هذه المعابد تعد مثالاً مذهلاً على الهندسة القديمة. يمثل السد العالي في أسوان تحدياً هندسياً حديثاً، يظهر كيف يمكن لمصر أن تجمع بين العظمة التاريخية والابتكار الحديث. تعد آثار الأقصر وأسوان جسراً للتاريخ، تعكس الروح المصرية وكيف ارتبطت الرؤية المستقبلية بالتراث العريق، مما يجعلها وجهة لا مثيل لها في العالم. عندما نفكر في تاريخ مصر، يبرز اسم الملك مينا كأحد الشخصيات البارزة والمهمة في التاريخ القديم. يعتبر الملك مينا أول فرعون يوحد مصر العليا ومصر السفلى، مؤسساً بذلك أول سلالة حاكمة في البلاد. في الزمن القديم، كانت مصر مقسمة إلى مملكتين، المملكة العليا في الجنوب والمملكة السفلى في الشمال. كان لكل منهما ملكها الخاص وعاصمتها الخاصة. ولكن الملك مينا كان لديه رؤية لتوحيد هذه المملكتين وجعل مصر قوية تحت قيادة واحدة. كان لدى الملك مينا شجاعة وحكمة ساهمتا في تحقيق هدفه العظيم. في البداية، بدأ بحملة عسكرية ناجحة ضد مملكة الشمال. تمكن من الانتصار في المعركة واستطاع توحيد المنطقة بأكملها تحت سيطرته. بعد توحيده للمملكة، قام الملك مينا بنقل العاصمة إلى مدينة طيبة، والتي أصبحت مركز القوة والحكم لعدة قرون. كما يعتبر مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى، وبدأ عهد الحكم الفرعوني الذي استمر لأكثر من 3000 سنة. أصبح الملك مينا رمزاً للوحدة والقوة لمصر، وكان يعتبر بطلاً قومياً. لا يزال يعتبر اليوم كواحد من أهم الشخصيات التي شكلت تاريخ مصر وجعلتها واحدة من أعلى الحضارات في العالم. قصة الملك مينا هي ليست فقط عن تغيير سياسي، ولكنها أيضاً درس في القيادة والثقة، وكيف يمكن لشخص واحد أن يجمع أمة كاملة تحت لواء واحد. إن قصة الملك مينا هي دائماً مصدر إلهام للأجيال الجديدة، التي تتطلع دائماً إلى تحقيق أهدافها بحكمة وشجاعة.